تحفه فنيه. توم باودر، بصل باودر، بابريكا باودر، خضره باودر، كزبره باودر، كمون باودر، فلفل باودر. تسالوني عملت ليه كده، هقول لكم والله ما اعرف، والله ما اعرف. اللوحه دي عجباني وقررت اسيبها كده من فرحتي باللي انا عملته ومن وكستي من هدتي. انا خلصت وخلصت. نيه تيجي اعلمك تعمليهم ازاي صح في 5 دقايق. هتجيبي شاليه التوم دي وتفتحيها كده. انتوا بتاكلوا البوتس بس مكرونه، انا هعلمك تعملي حاجه صح وبيور وتجيب من الاخر. ادي القش وادي صوص التوم. بصي هتخرطيهم ازاي. هنجيبوا صينيه ونفرش عليها ورقه زبده وننزل بالتوم بتاعنا كله هنا كده. تيجي نفردهم بشكل عشوائي كده وبعدين هندخل بيهم الفرن. ده كيلو بصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي القش وادي صوص البصل. هنجيب بوله ونحط فيها المصل وننزل بالبصل ده كله هنا كده، وهنجيبوا شويه ملح ونرشهم عليه كده، وبعدين هنقلبهم في بعض حلو كده ونغطيهم ونحط عليهم تقل. نغطيه ورق زبده كده هننزل عليه بتقل، وبعدين نص ساعه وهرجع له تاني يكون البصل صارت ميته كلها تحت في البوله. وعقبال البصل بتاعنا ما يسرط ميته هنشتغل على الفلفل. هتخرطيه خرط ضعيفه خالص، ده التقطيع اللي انا عايزاه. هنجيب ورق زبده كده وهنفرشه حلو هنا كده وننزل فيها بالفلفل بتاعنا. هنبتدي نوزعه كده بشكل عشوائي، وبعد ما وزعناه هنعمل فيه ايه؟ هندخل بيه على الفرن. ادي اهو البصل بعد ما عدى عليه اكتر من ساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا المنظر سرط خالص، ميته اللي بكلمكم عليها اهي. بقى هنحوشها مش هنرميها، اقول لكم هنعمل بيها ايه. هنجيب ورق الزبده بتاعنا، بعدين هنزل بالبصل كله بتاعي هنا وهبتدي اوزعه كده توزيع عشوائي. ايه هندخل بيه على الفرن. هننزل بالخضره بتاعتنا في الحوض وهننقعها في شويه خل وشويه ملح، وهنجيب ورق الزبده نفردها كده. الخضار بتاعنا دي العيدانه اللي طلعت منه مش عايزينها، نفرد الخضره كده بشكل عشوائي كده وندخل بيها الفرن. هنجيب كيلو طماطم حلوه وطازه بالشكل ده. اطلعي من العش، اطلعي من العش، اطلعي من العش يا قلة الادب. اطلعي، اطلع. رز انا شايفاك يا رز. دخلتي له ليه؟ ردي عليا، انت دخلتي له ليه؟ ليه يا مكرونه ليه؟ رز غواكي. اخر تحذير ليكي ما تخشلوش تاني العش يا بنت، هتعجنوا يا بنت. يا بنت بصي بيخش لها ازاي الولا، بص الولا بيخش لها ازاي الولا. اطلع رز، اطلع رز، ما تغويش البت يا رز. مكرونه اثبتي على وضعك. مكرونه انت رايحه فين؟ مكرونه نهارك اسود. مكرونه انت ايه ده؟ مكرونه مش كل ما يقول لك تعالي لي تروحي يا مكرونه. هتبقي رخيصه، هتبقي رخيصه يا مكرونه وبتاعت العيش. هيتقال لك يا بتاعت العيش يا مكرونه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده طالع بتبص بتطمن وبتخش تاني. ده كيلو طماطم خرطهم كلهم نيني. هاخد ورقه زبده ونحطها هنا كده. هننزل بالطماطم كده نوزعها كده توزيع عشوائي، وبعدين هندخل بيهم الفرن. كده اهو الطوم خلص، طلعه من الفرن. ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا في منتهى الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عاوزه اقول لكم الريحه طالعه من هنا مع اني قافله الغطا من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البصل خلص. بصوا المنظر. وهناخد البصل كده كده اهو بالمنظر ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا منظر البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. حي عليا. وقبل ما نقفل هقول لكم على حاجه تمنع التحجيره اللي بتكون موجوده جوه العلب، سواء حفظتيها جوه التلاجة او بره التلاجة برده ساعات بيحجر. بصي المنظر. هل دي لون بودره البصل اللي بتشتريها من بره؟ بصي منظرها عامله ازاي، بصي الكميه عامله ازاي. دي الخضره هي خلصت. ان شاء الله لا قوه الا بالله. هنفرم بودره الخضره. بودره الخضره دي للمحاشي ما اقولكوش، معلقه واحده بس تحطيها على خلطه المحشي بتاعتك وتفرجي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسرعه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ انا بدخل على الظهر. حول الله يا رب. تعبت والله ما شايفه. كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط المجموعه كلها الاربعه مع بعض، بودره البقدونس والكرفس والشبت والكزبره، معلقه صغيره منها على خلطه المحشي اللي انت بتعمليها. اقسم بالله هتنقلك المحشي في حته تانية خالص. ليه؟ لان دي البودره سك، دي البودره البيور الخام. دوبك معلقه صغيره ممسوحه على خلطه المحشي بتاعتك وتفرجي عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الطماطم اللي احنا جففناها مع بعض هننزل بيها على الفلفل الاحمر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنغربل البابريكا. بصوا المنظر. انت حابه تعملي بابريكا من غير ما تضيفي طماطم عادي، انا بحب اضيف الطماطم لان كده كده البابريكا بتاعتي هتنزل على دمعه، يعني هتنزل على صلصه، فنكهه الطماطم المشويه في الفرن مع الفلفل بصراحه بتعزز طعم الصلصه خالص، فانا بحبهم كده مع بعض بصراحه. خلص الكميه كلها واوريكي في الاخر. ودي شوايب مش عايزينها. بابريكا معانا اهي بالشكل ده، اقسم بالله ريحتها تموت من جمالها. واعمليها بتركايه الطماطم كده زي ما بعملها واتفرجي على جمال الفلفل بتاعك. وهننزل في الطاسه بكوبايه كزبره وهنفضل نقلب فيها كده لحد ما تتحمص خالص. هي كده خلصت، هاخدها تحمر. بعد كده هنزل بالكزبره بسم الله. برضو ولو انها كانت نضيفه قدام عيني، بس برضو هناكلها ممكن يكون في شوايب، ممكن تكون في ترابايه،
تيجي تحت السنان تعاكس هتضايق. وادي الكزبره اهي ما شاء الله لا قوه الا بالله في منتهى الجمال. ننزل بالكمون وهنديله تقليبه حلوه كده. بص هو فاضله شويه وهطفي عليه. ريحه الكمون الله اكبر، عبقت الشقه كلها بقى ريحتها بهارات. بصي ادي الكمون اهو خلاص. اسمعي الصوت ده كده. ادي الكمون اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنصفي الكمون كده مع بعض. انا هغربلهم وارجع اوريك الفاينل بقى. ليه؟ لان بصراحه مش قادره اتكلم، والله ما قادره انطق. اتكلمت كتير واشتغلت اكتر فخلاص فرهطت. منظر الكمون في منتهى الجمال. نفسي اخد مراخينك احطها هنا في طبق الكمون. وهننزل بكوبايه فلفل اسمر تفضلي تقلبي فيه كده لحد ما يتحمص معاكي خالص. وادي الفلفل الاسمر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو اصلا نضيف ما فيهوش حاجه. هقولكوا عشان مش بحب الحب ده. شايفين الحب الناشف ده؟ انا مش بحبه خالص. انا بحبه ناعم كده، ما بحبوش بالحب ده لما بيخش في السنان ولا ما بين ضرسين ولا حاجه بيعمل كعبله ومشاكل، ما بحبوش ابدا. ادي الشكل النهائي للفلفل الاصفر. دي كده لوحه فنيه. توم باودر، بصل باودر، بابريكا باودر، خضره باودر، كزبره باودر، كمون باودر، فلفل باودر. تسالوني عملت لي كده هقول لكم والله ما اعرف، والله ما اعرف. اللوحه دي عجباني وقررت اسيبها كده من فرحتي باللي انا عملته ومن وكستي من هدتي. انا خلصت.